كلي من البطيخه دي وهتعرفي سر خطير. ايه هو السر الخطير؟ لبست النضاره والسماعه، طلب الجماهير عايزين نلبس النضاره والسماعه، يلا فيديو بالنضاره والسماعه. مش عارف ايه الفكره بس يلا يا حتمات. سر ايه ده؟ وايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ كلي بس ومش هتندمي والله. سر ايه اللي هتعرفه لما تاكل بطيخه؟ هي دي البطيخه السحريه ولا ايه؟ لا طبعا مش هاكل، ومش ناقصه بقى كلام فاضي، يلا بينا. هتندمي يا سليم. الله، ليه دايما بتربطوا صدى الصوت بالرعب؟ هتندمي يا سليمة. ليمة 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 ليمة، قلتلك. ايوه. الله 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 الله. هي البنت دي عرفت اسمي منين؟ عادي يعني يا سليمة، ما كل الناس عارفة اسمك، مش موضوع كبير يعني. امال كلكم لفيتوا ليه طالما كل الناس عارفه اسمها؟ ما عادي، ما تكملوا. بقول لك ايه، احنا النهارده فرحنا، مش عايزين حد يبوظ لنا علينا الفرح. مش عارفه يا حسين. فرحكم؟ طب يعني ازاي يعني؟ طب انت لابس بدله وده فرحك، هي رايحه فين يعني؟ مش ده لبس الحديقه؟ بس انا عايزه ارجع لها وافهم هي ليه قالت كده وعرفت اسمي منين اصلا. سيبك منها ويلا يا سليمة. لا يا حسين، لو سمحت تعالى. يا سليمة يلا بقى، يلا يا سليمة، ايه الاسم الطويل ده؟ ما يلا تمشي وخلاص. هو انت عرفتي منين اسمي؟ هو السر ايه ده اللي انت بتقولي عليه؟ قلت لك كلي من البطيخه دي وهتعرفي السر اللي انا عايزه اقوله لك. طب ما افرضي البطيخه دي ما فيها حاجه. طيب هاتي معلقه. طيب بس البطيخه دي شكلها قرع، مش حمرا كويس. عارفه ايه اللي حمرا؟ يعني لو كلت من البطيخه دي هفهم السر ده، متاكده؟ اه طبعا. ايه التخاريف اللي انت بتسمعها دي؟ هو انت مصدقاها ولا ايه؟ يعني ايه بطيخه تكشف لك سر؟ بقول لك يا سليمة، البنت دي شكلها كده بتخرف، واحده على الله حكايتها يعني واقفه في الشارع، هتصدقها وخلاص. وانت خايف ليه؟ هتخسر حاجه؟ ايوه ممكن هخسر. طيب هو انت ما تسيطرش على مراتك ليه؟ دي مراتك وده فرحكم، ما تسيطر عليها وتقول لها يلا نمشي. رجاله اخر زمن. انا شايفه يا حسين اني مش هنخسر حاجه فعلا. في ايه لما اكل حته من البطيخه دي؟ هو ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سليمة؟ هو انت اي كلام بتمشي وراه؟ عقلي بقى اختك، عقليها. بصراحه يا حسين انا شايفه ان مفيش مشكله يعني لو كلت من البطيخه. صوته طالع منين؟ ولا وانا عندي فضول اعرف ايه السر ده. يا بنتي انت مجنونه، بطيخه ايه اللي تاكلي منها؟ ممكن تكون حاطه لك هنا حاجه عشان تاذيكي او تضرك، او ممكن يكون مثلا حد مأجرها عشان تعمل لك عمل. فيها ايه؟ انتوا بتقولوا قدامها انتوا مجانين؟ انتوا استغفر الله مثلا. ايوه صح، انا بقى لي خليني اكل من البطيخه دي. بصي لو كلتيها هتعرفي السر اللي على التليفون. ايه ده؟ هي مش كانت تفاحه المفروض؟ يعني لو تليفونه ابل فالمفروض دي تبقى ابل عشان لما تاكل منها تعرف وكده ايه اللي هيربط البطيخه بالتليفون؟ على التليفون؟ قصدك التليفون ده؟ يخرب بيتك انت جايب التليفون ده ده بتدغدغ. ده هو كان مستني يقع الوقعه دي. يعني التليفونات بتقع، بتكسر شاشه، مش عارف بتكسر ظهر. التليفون وقع بقى 13,000 حته. حسين ده مش تخلي بالك. لا نصح قوي انك وقعت التليفون. لو كلت منها هتلاقي السر بقى على الساعه اللي هو لابسها دي. اوعى تكسر الساعه. بصراحه بقى يا حسين انا هاكل من البطيخه دي عشان انا حاسه ان في حاجه. ايه اللي حصل يا جدعان؟ ما انا ما فهمتش حاجه برضه. بطيخه ايه انتوا ايه المكان الاخضر ده؟ انتوا دخلتوا فين؟ على العموم احتمال ثلاثة، انت تسوي لايك، تسوي اشتراك، تفعل زر التنبيهات، تروح تعمل لي فولو على الاي جي او برنامج الصور، وبحبك في الله وبحب من يحبك. اعمل لي منشن في فيديوهات عايز نعمل عليها رياكت، وقول لي فكره فيديو اعملها على البرنامج الاحمر اللي هو ده عشان نعمل فيديو كبير 20 دقيقه ولا حاجه. وبس اشوفك في الفيديو الجاي قريبا جدا. سلام.